مساء الخير. قصة فتاة المترو والراجل العجوز اللي هزقها قدام الناس بحجة إن هي خرجت على العادات والقيم والتقاليد. أكتر حاجة من الحقيقة مستغربها هي الناس اللي بتدافع عنه. أفكركم بس بقصة سيدنا عمر بن الخطاب لما كان ماشي، فسمع صوت فبص من فوق السور لقى راجل بيسكر جوه بيته. فدخل عليه وقال له أنا يعني هيقيم عليه الحد لأن هو بيسكر. فقال له انا غلطت غلطه واحده وانت عملت 3 غلطات، انك تجسست وربنا قال ولا تجسسوا، ودخلت دخلت البيت من غير اذن، ومش فاكر ايه الحاجه الثالثه يعني. بس دي الفكره، انه اذا كانت البنت هي اولا حاطه رجلها على رجلها، مش حاطه رجلها على رجل حد تاني يعني، فايه هو الخروج عن العادات والتقاليد في ده؟ انا مش عارف. حتى لو هي غلط، فأولا في حاجة اسمها يتقال بالحسنى. نصيحة كده من راجل كبير أو أب أو جد لطيف لبنوتة شابة، يبقى فيها باين إن هو بيخاف عليها، مش إن هو يقف ويقوم ويزعق ويقول لها وإزاي ورجل على رجل ومش عارف إيه وإيه وإيه وإزاي قدام الرجالة. فدي قلة أدب. إذا كانت هي غلطت مرة فهو غلط 3 أو 4 مرات، وكلهم بيتحاسب عليهم بالقانون يعني. الحقيقة الناس اللي بتدافع، أنا سألت صديق عزيز بيشتغل في الطب النفسي فقال لي إنه في بعض الحالات اللي بينبروا للدفاع بحمقى قوي في المواقف اللي زي كده، ده بيبقى نوع من التطهر. هو عارف إن هو بعيد جدا عن المثالية أو عن الدين أو كده، فبينتهز الفرص دي عشان في اللاوعي بتاعه يثبت له أو يرجعه، يقول له إن هو مش بعيد قوي، إن هو يعني نوع من أنواع التطهر. في ناس تانية مش عارف موقفها ايه، بس هي بتدعي المثالية. يعني النهاردة حط نفس حضرتك، حط بنتك او اختك او مراتك في مكان البنوتة دي. هل ترضى ان حد يهزقها ويعتدي عليها ويتطاول عليها في المترو؟ ده مش من حقه. مش من حقه. احنا مش في غابة، احنا عايشين في دولة قانون. لو ليه حق ياخده بالقانون، وطبعا هو ملوش حق، عشان كده عمل الفيلم اللي عمله ده يعني. ثانيا، هل من الأخلاق والقيم والعادات إن هو وابنه يبقوا طالعين بيلفوا على كل المواقع والفضائيات بالليل، يحكوا الحكاية ويعملوا مش عارف إيه وبتاع، عشان ده بحثا عن الشهرة ولا بحثا عن إرساء القيم والعادات والتقاليد؟ في نقطة مهمة ما حدش اتكلم فيها خالص، يعني بما إنه هو منفعل جدا والناس كتير ستات ورجالة منفعلين على ان البنت مش مفروض تحط رجل على رجل قدام الرجاله. طيب هما الرجاله دول اللي بيخلوا مراتاتهم تنزل تشتغل وتساهم في البيت، الرجاله اللي بيخلوا مراتاتهم تشتغل في اماكن فيها دريس كود مثلا، انه ما فيش حجاب او لبس معين، او تبقى محاطه برجاله او بتاع، الرجاله اللي بيخلوا مراتاتهم تشتغل في ورديات ليليه في مستشفيات او غيره لان هم محتاجين الفلوس. طب هو ما حدش بيتكلم ليه على الرجاله دي؟ وليه بيشغلوا ستاتهم في مهن بتقتضي وجودهم بره البيت لمدة طويلة، طالما ان هم رجاله يعني محبوبين؟ هو فين الرجاله؟ هو الرجاله بس بنفتكرهم لما يبقى ليهم حقوق. ده على طريقه كده ايه، انه مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم. لكن ما حدش بيكمل، وان خفتم الا تعدلوا فواحده ولن تعدلوا. احنا بناخد من الدين ومن العادات ومن التقاليد ومن القيم اللي على مزاجنا. للاسف ده جزء من حالات تشوه المجتمع اللي حاصله، يمكن بقالها 40 سنه، يمكن من منتصف السبعينات حصل تشوه مرعب وفظيع لكل القيم. قلة الأدب بقت شجاعة، النصب بقى شطارة، السرقة بقت فهلوة، والواد ناصح ويقدر يجيب الفلوس من بق الأسد. تم بفعل فاعل تغييب القيم الحقيقية لأي مجتمع ولأي حضارة، اللي هي العمل الجاد، اللي هي العلم والتعلم، اللي هي الاجتهاد، السعي، المشي في طريق طويل. كل ده تم تغييبه لصالح ايه؟ لصالح مجتمع اهوج هش زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. مجتمع يثور ثائرته عشان بنت حاطه رجل على رجل. لكن نفس المجتمع ما عندوش اي مشكله انه
الستات تطلع تشتغل وتسيب بيوتها وتسيب عيالها من غير تربية، وبس عشان تساعد في البيت. فهل هو دي القيم اللي احنا عايزين نحافظ عليها؟ مش عارف يعني. انا بس سجلت الفيديو لاني فعلا متضايق ومنفعل ومستغرب جدا، خصوصا من الستات اللي بتدافع عن الراجل. انتوا بتدافعوا عن ايه؟ يعني بكره مثلا بما انكم بتدافعوا، ما حدش يزعل منكم بقى من الستات لما نلاقي حد بيتحرش بواحده، فلما نقول له ليه يا عم تتحرش او بتغتصب واحده، يقول لك ما اصل هي كانت بتغريني، ما اصل كانت حاطه رجل على رجل وانا يعني ده استثارني فقررت ان انا اتحرش بيها او اغتصبها او بتاع. يعني هو ده المجتمع اللي احنا عايزينه؟ اشك.